لليوم التاني على التوالي وما كدبش، واللي قال الاهلي نادي بطولات. الاهلي بطل السوبر المصري للكرة الطايرة رجال. لسه امبارح كان سيدات، خدنا على قفانا من الاهلي سيدات، النهارده بناخد على قفانا في الرجال. طب السيدات خسروا 3-2، كان في شوية حماس رغم الفضايح اللي كانت في النتيجة. برضو بالنسبة لي بنخسر بفرق 10 وفرق 5 ومش عارف ايه. النهارده بقى بنخسر 3-1، ما بنوصلش حتى للشوط الاضافي الخامس، لا بنخسر 3-1 علشان الاهلي بيكون بطل السوبر. بس سؤال يعني، سؤال، هي ليه لما الاهلي بياخد صفقات مننا او بياخد لعيبه مننا بياخد بطولات عادي، واللعيبه دي بتروح تاخد بطولات، لكن احنا لما نجيب لعيبه جديده او صفقات او لعيبه من الاهلي، اللعيبه اللي جايه من الاهلي دي ما بتاخدش معانا بطولات؟ يعني اهو عادل دوله جايبين صفقه بقى، فاكرين البوم طخ والصفقه ولاعيب من الاهلي وقعدنا نحفل وقعدنا نزيد، اهو بيخسر بطوله من الاهلي، وبيخسر اول بطوله ليه مع الزمالك وما قدرناش نفوز بيها. ليه يعني؟ ليه يعني؟ ايه الفكره؟ هل دي ممكن تكون يعني سياسه منظومه، ولا عشان الاهلي نادي البطولات واحنا لسه ما نعرفش احنا فين ولا بنعمل ايه؟ وقعدنا نقول وش السعد يا امام يا عاشور، ادي يا عم اهو وش السعد يا دوله. دوله هو وش السعد علينا اهو. احنا حلوين بس في النفخ وحلوين في الزيطه وحلوين ان احنا نقعد نتكلم، لكن وقت الفعل الاهلي بيرد علينا في البطولات، اهو الجمهور بيفرح بالبطولات. احنا ما فيش يا معلم الكلام ده. وش السعد يا امام، وش السعد يا اهو امام عاشور بياخد بطولات، واللعيبه اللي مشت من عندنا راحت الاهلي تاخد بطولات، واي حد بيجي عندنا بتحس ان هو بيجيب النحس معاه، رغم ان هو كان الناحيه التانيه بياخد بطولات عادي. لا لا، بس انا هجي لك الزمالك يبقى فيه نحس. وش السعد بقى بالنسبه لمجلس الاداره الجديد. فين يا معلم المدرب يا معلم؟ بص الاهلي جايب مدرب اجنبي لكره الطايره سفاح، الراجل واقف على الخط عارف هو بيعمل ايه وبيدير ايه والتغييرات ايه. عندنا سباك على خط على خط البتاع اللي بره دوت، ولا في اي حاجه يعني من اول الموسم اصلا، والدنيا خربانه في كره الطايره. ولكن نعرفش يعني حتى الان، قعدنا نقول ملوك الصالات ملوك الصالات، بقينا ملوك الصاجات. الاهلي هو اللي بقاله كذا نسخه او بقاله كذا سنه بيطور بشكل كبير في السله، ودلوقتي في الطايره وفي كره اليد. اكتساح بطولات كبير جدا للنادي الاهلي، منظومه محترمه بالتاكيد. فبنقول مبروك للنادي الاهلي الحقيقه، والجمهور اللي يستحق الفرحه، لانه جمهور عقلاني وعارف هو ازاي بيشجع وازاي امتى يدعم وازاي امتى يهاجم. لكن احنا ماشيين على الله ان شاء الله، ونحب ننفخ في لعيبتنا ونحب نحفل بس وخلاص ونقعد نشتم في الاهلي. هو ده اللي احنا فالحين فيه، لكن بطولات مش فالحين فيها. كفايه عظمه لحد كده.